عودة بعد توقف دولي جملي نسينا فيه متعة الإيجيبشن ليج وفانتزي الإيجيبشن ليج. آخر جولة قبل التوقف الدولي كانت الجولة التلاتاشر اللي تشكيلتي جابت فيها 41 نقطة بعد 9 نقط نزلولي من على الدكة. عامر عامر في حراسة المرمى ب6 نقط المعتادين. ثلاثي خط الدفاع الشيبي بنقطتين ويحيى زكريا 6 نقط وعلي فوزي 4 نقط. خط الوسط أحمد زيزو ب4 نقط، محمود دياسطي بنقطتين، خوان بزيرة بنقطتين بعد ما راحت له الكابتنة مكان مايلي، عمرو السولية 4 نقط وعبد الرحيم دغموم نقطتين. أما خط الهجوم مجابليش ولا نقطة عشان ينزلي من على الدكة بنتايج ب4 نقط وأحمد ياسر ريان ب5 نقط، ويبقى ترتيبي على الجولة التلاتاشر ال34، وأعلى واحد جايب نقط في الجولة جايب 75 نقطة، ويعلى الترتيب العام شوية عشان أبقى ال71 على اللعبة بفرق 114 نقطة عن الأول اللي معاه 690 نقطة توتال. بص كده على أعلى لعيبة جابت نقط الجولة دي. أما عن اللعيبة اللي حققت أعلى نقط من أول جولة لحد دلوقتي، فهتلاقي عامر عامر ومحمد بسام الاتنين حراس اللي معايا من الأول، يحيى زكريا اللي برضه معايا، وعبد الرحيم دغموم وأحمد زيزو ومحمود دياسطي وعمرو السولية وصلاح محسن، يعني تقريبا 8 لعيبة من أصل 15 لعيب، يعني اختيارات في محلها بعين مدرب خبير في الفانتزي. أنا بس معرفش هو الحظ مش ماشي معايا ليه، وبما إننا راجعين بعد توقف طويل فلازم الرجوع يبقى بشكل جديد، وبما إني مستخدمتش ولا خاصية لحد دلوقتي فقررت أستخدم وايلد كارد لأول مرة من 4 مرات متاحة، وهعمل تشكيلة كده ميكس من أكتر لعيبة حققت نقط في الجولات. مفيش أي تغيير هيحصل في حراسة المرمى، هما الاتنين بسام وعامر اللي معايا من الأول وهما فعلا أعلى 2 حراس معاهم نقط. في الدفاع هيخرج محمود بنتايج ويدخل مكانه رجب نبيل من سيراميكا. خط الوسط هيحصل فيه تغييرين، هيخرج عمرو السولية ومحمود دياسطي ويدخل ناصر ماهر وأشرف بن شرقي. أما خط الهجوم فهيتغير بالكامل، هيخرج الثلاثي فيستون مايلي وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن، وهيدخل مكانه أحمد فاروق من وادي دجلة وأسامة فيصل من البنك الأهلي ومروان عثمان من سيراميكا. عشان أبقى غيرت 6 لعيبة من أصل 15 فخطوة أنا معرفش هي صح ولا غلط وربنا يستر. استغنيت عن مايلي وصلاح محسن ودياسطي والسولية ودول من أكتر لعيبة جابت نقط في اللعبة، لكن هل هيستمروا على نفس المستوى؟ هو ده الرهان. وتبقى تشكيلتي للجولة ال14 كالآتي: محمد بسام في حراسة المرمى، خط دفاع مكون من الشيبي اللي عنده ماتشين ومش عارف ليه فرطت في مايلي، أحمد خليل كالوشة ورجب نبيل. خط الوسط من 5 لعيبة: زيزو بن شرقي من الأهلي، ناصر ماهر وبزيرة من الزمالك، ودغموم من المصري. ثنائي في خط الهجوم مروان عثمان من سيراميكا وأسامة فيصل من البنك الأهلي. وشارة الكابتنة هتروح على محمد الشيبي اللي ممكن يطلع بكلين شيت في الماتشين وكمان ممكن يبقى ليه مساهمات تهديفية. قولي رأيك، شايف اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ التغييرات في محلها ولا هندم عليها؟ ومتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.